السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في الفلوق ديال اليوم. اول حاجه بغيتكم تشوفوا الثمن ديال هاد مولينكس اللي هو 699 درهم. عقلوا معايا على هذا الثمن، ومن بعد غادي ندير لكم جوله هنايا في مرجان، ومن بعد غادي نمشي لإلكترو بلانيت. مع هي اونفاس معها في نفس البلاصه كاين هذا السوق التجاري، هذه الاسواق التجاريه ديال مرجان، اونفاس معها الكترو بلانيت. المهم انا ضربت دوره هنايا وهنايا باش نشوف، لحقاش فايت ليا. تقديت في مرجان سبيراتور، واحد الماركه اللي مزيانه، خديتها هي والعجانه. وكنت عاوتاني كانت راه ليا نفس المشكل. كنت مشيت الالكترو بلانيت هي الاولى ولقيتهم زايدين فيها في الثمن، يعني تيزيدوا نيت، يعني تتزاد 100 درهم حتى 200 درهم كتزاد في الحاجه، وهي نفس الماركه. ونفس الشيء طرا ليا تاني في هذا الخلاط الكهربائي. عاوتاني جيت شفت ثمن في مرجان، وفاش مشيت عاوتاني الالكترو بلانيت لقيت الثمن زايد بزاف. المهم اخواتي، بالنسبه لي انا ديك الماركه اللي بغيت، يعني كانت فاتت عندي تقريبا ندير المده ديال 8 سنين وهي عندي. هذيك ديال 1 2 3 صراحه عمليه بزاف، يعني كنطحن فيها كل شيء. في رمضان دوك التقاوت ديال رمضان اولا اللوز، العقده ديال اللوز، يعني كتسحقوا مزيان. هي باش دائما كنخدم صراحه، وعطيت هاد الدرك بزاف حتى صافي. بدا ليا الكاس هو الاول تهرس، واخا خديت الكاس يعني ما كانش بحال داك الدوريجين ديالها. ومن بعد صافي يعني كتاب وتصوطات صافي، وقلت ناخذ نفس الماركه. منين مشيت عجبتني هذه اللي صورت معكم، اللي دايره ب 699 باش خديتها، ولكن هي كانت في الاصل كانت دايره شي 900 وشي حاجه، لحقاش كان وراني السيد الثمن باش كانت قبل ما تكون برومو. صافي ودرت لكم جوله هنايا في مرجان كما كتشوفوا. بالنسبه اللي بغات تقطع كشي حاجه وعجباتها، وخاصه صراحه الاثمنه، يعني كاينه اثمنه اللي مناسبه وكاينه اثمنه اللي زايده شويه. مهم راكم كتعرفوا دابا الغلا فين ما مشيتو كي مرجان كي اي بلاصه. صافي المهم كما قلت لكم، غادي نخليكم مع هاد المهم هاد اللقطات اللي صورت لكم هنايا في مرجان، نعاود نخرج ونمشي ونصور معكم في الكترو بلانيت.
صحباتي من بعد ما خرجت من مرجان، ها نتوما صورت لكم مرجان راه قريب بزاف اون فاس مع الالكترو بلانيت. ها نتوما يعني ما كاينش زعما البعد بيناتهم. صافي وغتشوفوا مولينكس اللي قلت لكم ب 699 درهم، دايره هنايا 849، يعني فرق كبير. يعني انا منين لقيتها غاليه هنايا وليت رجعت المرجان وخديتها. يعني مرجان كانت برومو ب 699، هي راه كانت ب 900 وشي حاجه ما عقلتش. اما هذه عم الله مش شحال باش كانت، يعني منين غير 849 ما عرفتش شحال، لحقاش حتى هي زعما راه برومو دايرين ليها. مهم ودرت لكم واحد الجوله خفيفه في هاد الاجهزه اللي كاينين. صراحه ما صورت لكمش كلشي، مع كنت شفت واحد السيده خدامه تما ما عجباش الحال فاش كنت كنصور، صافي وانا نتفادى التصوير، يعني ما كنبغيش نصور في شي بلاصه وانا يعني ما مرتاحاش. داكشي علاش ما صورتش لكم كلشي. كان فات ليا صورت واحد الفيديو كاين نيت عندي في القناه، كنت صورت على خاطري وما كان قال لي حتى شي حد شي حاجه. ولكن هاد المره يعني بحال ما عجباش الحال، وكنت زعما كنت كنقول غادي تقول لي شي حاجه لحقاش غير حشمات، ولكن صافي تفاديت انني نصور وصافي. المهم صورت لكم غير هاد اللقطات وصافي. هاد الماكينات ديال الصابون وصراحه كلشي زوين، ولكن كلشي غالي. سيرتو هاد الكترو بلانيت صراحه غاليه، وهادشي اللي كاين. المهم نصيحه ديال اليوم، زعما اللي غننصحكم، وهي تمشيو وتقلبوا على راسكم في بلاصه وبلاصه وبلاصه عاد تشريو الحاجه. صافي هنايا من بعد ما جيت للدار قلت نصورها معكم. كما كتشوفوا يعني زوينه الصراحه. و- ولفت هاد الماركه بالضبط، هذه ديال ان دو تخوا. كما قلت لكم راه كانت عندي 8 سنين او لا اكثر وهي عندي، يعني كل شيء كنديروا فيها. واخا عندي زعما عندي اجهزه اخرين حتى هما كيطحنوا العصير، عندي سميتو، ولكن هذه بالضبط هاد ان دو تخوا بالضبط يعني ما نقدرش نبقى بلا بها. وسيرتو هاد الاجهزه هادو كنبغي ناخذهم جداد، يعني ما كنبغيش ناخذهم قدام تيكونوا ديال على برا وداكشي، ولكن داكشي دغيا كيخسر. وكما كتشوفوا انتم الموس ديالها، وهذه يعني شكل جديد على هذيك اللي كانت عندي. المهم هذه كطحنوا فيها كل شيء. كما قلت لكم اللوز كترجعوا عقده باش كتخدم العقده اللوز، كاوكاو، نديروا فيها اللحم، الكفته، اي نوع الكفته غطحنوها فيها. المهم هاد الخلاط هذا تا هو العصير والموس ديالو تيكونوا ماضيين. الصراحه واخا كيبان لكم الكاس هكا صغير شويه، ولكن كديروا شويه بشويه حتى كطحنوا الكميه اللي عندكم. والاكثريه هذه هي اللي كنبغي بزاف. الصراحه زوينه بزاف. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هاد ان دو تخوا يعني بزاف ديال صحاباتي كانوا نيت حتى هما شراوها، وزوينه بالنسبه اللي كتخدم الحلوى ولا اللي كتخدم لي كوموند ولا شي حاجه. هذه ضروري تكون عندها في الدار بلا ما تمشي عند العطار يطحن ليها داك تقاوت ديال سليلو داكشي. دائما انا كنت كنطحنو غير في الدار. وكما كتشوفوا الكاس ديالها راه بلاستيك، داك البلاستيك اللي داير بحال الزاج. وكما قلت لكم زوينه بزاف. مهم واش غنقول لكم، الله يسهل على كل واحد، وشكرا لكم.